قوي جدا بتقدر توضح كفه فريقك باحراز الاهداف، بتطلع دايما في الكرات الثابته وقدرت ان انت تجيب 3 نقط للزمالك في اكتر من مباراه. الفتره اللي فاتت حسام عبد المجيد مش بنفس قوه استخدام سلاح الضربات الراس ده. ده سببه ايه؟ وهل انت بتفكر في الامر ده ولا لا؟ خصوصا ان المدافع لما بيتميز بمثل هذه الميزه بيقدر يوضح كفه فريقه في اوقات كتير. والله الحمد لله الفترة اللي أنا سجلت فيها ديت أنا بشتغل وبنلعب على كذا فكرة في الملعب، بس هي دي بتبقى توفيق وعدم توفيق، وإن شاء الله أقدر أسجل في الماتش بتاع بكرة دوت. بس أهم حاجة عندي إن أنا أركز الأول إن أنا ما أخشش فيها، وبعد كده أركز إن أنا أجيب. حسام الزمالك على بعد خطوه واحده من انه يتوج بلقب نهائي 2019. احكي لنا كواليس يعني وقت كان عن بينك وبين زملائك ازاي انتم مستعدين ان انتم تحققوا اللقب ده وتقولوا